بصوا جمال الكيكه يا جماعه، بصوا عامله ازاي، شايفين؟ بصوا هشه ازاي، عامله ازاي من جوه. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. انا بقالي كتير جدا ما نزلتش اي فيديوهات على القناه، ووحشني جدا ان انا انزل فيديوهات، بس طبعا يعني مريت بالظروف كده. ادعوا لي ان شاء الله اقدر انزل فيديوهات تاني، لان انا يعني القناه دي جزء مني والله، بس غصب عني الفتره اللي مريت بيها. وادعوا لي ان انا اقدر انزل بقى بعد كده ان شاء الله باذن الله. حبيت ان انا بعد الغيبه دي كده يعني اعمل معاكم ايه، انزل معاكم فيديو كيكه اقتصاديه ما فيهاش صعوبه خالص، سهله جدا جدا. ما فيهاش بقى حاجات كتير وتفاصيل كتير، كيكه سهله اقتصاديه. اغلبيه الحاجات عندنا في البيت، مفيش ابسط من كده. يلا بينا نخش على الفيديو ونشوف الجمال كله. اول حاجه بقى بنجهز الخلاط بتاعنا، وهعمل قالب الكيك ببيضتين، وعايزه اقول لكم ان ممكن كمان تعمليه ببيضه واحده، ولا 4 5 بقى والكلام ده، هما بيضتين وخلاص. اول حاجه بقى هنحطها في الخلاط البيض، ظرفين الفانيليا. في فانيليا سايله عندك بتبقى حلوه جدا طبعا. هي خطوات كده بالتدريج. اول حاجه بقى هضرب البيض مع الفانيليا كده. هنحط 1.5 كوباية لبن. اللبن ما يكونش ساقع من التلاجة على طول، لو انتي قمتي وعملتيها في ساعتها اديله كده يا دوبك تدفيه بسيطه زي دمعه العين كده على النار، بلاش يكون ساقع، او تطلعيه قبلها كده بشويه. انا بحب اضرب كل حاجه لوحدها الاول. وبعد كده نص كوبايه الزيت. تمام. وبعد كده كوبايه سكر كبيره، مج كبير كده على اخره بقى. تمام. انا بحبها تكون مظبوطه، يعني ولا تكون سكرها زياده قوي ولا تكون يعني مش باين فيها السكر، تكون مظبوطه. خلاص احنا ضربنا كل الخليط في الخلاط. الخطوه الثانيه هتجيبي المنخل كده. اهم حاجه في الكيكه لازم تنخلي الدقيق، لو قدرتي تنخليه مرتين يبقى افضل برضو. طبعا في ناس تقولك الدقيق انا جايباه ممتاز ومش محتاج ان انا انخله والكلام ده. لا، انا عايزه اقولك حتى لو الدقيق ممتاز انخليه طبعا، بدل ما تبهدلي الدنيا وتلاقي الدقيق كده طرطش في كل حته. اعملي الطريقه دي حلوه قوي. حطي في الكوبايه، بصي، ولا طرطشه ولا اي حاجه. كده احنا حطينا كوبايه، نحط كوبايه كمان. شايفين السهوله؟ انا حطيت كوبايتين، هحط كمان شويه كده صغيرين، يعني 2.5 كوباية. تمام كده. تحطي ظرفين بيكنج باودر، مش واحد، حطي 2، هيخليها معاكي عاليه وجميله جدا. انا في حاجه فعلا انا نسيت احطها، هحطها معاكم دلوقتي في الخليط قبل ما انزله على الدقيق. طبعا الذره بتاعت الملح دي، ذره كده نقلب كده مع بعضه. تمام كده. تعالوا بقى اوريكم ايه المعلقه اللي انا هحطها على الخليط ده. معلقه الخل، معلقه خل ابيض كده، معلقه كده، هتخلي الكيكه تكون هشه، غير بقى انها تبقى فاتحه، لونها فاتح وجميل وهشه خالص. ما تنسوش معلقه الخل الابيض دي. دلوقتي بقى نبتدي نحط الخليط ده في الايه، في الدقيق. انزلي بقى ايه
واحده واحده. بصوا الخليط ما شاء الله جميل ازاي وفاتح. انزلي كده طبعا في اتجاه واحد. اي حد كيكه ما بتظبطش معاه يعمل الخطوات اللي انا بقول لكم عليها دي، هتظبط معاكي من اول مره. في ناس ما بتظبطش معاها الكيكه وبتهبط. طبعا انا اول ما بتبتدي في الكيكه ما بتاخدش معاكي وقت خالص، بتكوني مولعه الفرن بتاعك لازم يبقى سخن. هنزل بالباقي اهو كده. انا خدت مقدار نص كوبايه كمان، يعني كده هتاخد 3 كوبايات كده، 3 كوبايات المج اللي انتوا شايفينه ده. تمام. يبقى الخطوات: كوبايه ونص لبن، كوبايه سكر كبيره، نص كوبايه زيت، بيضتين، كيسين بيكنج باودر، كيسين فانيليا، و3 كوبايات دقيق، ومعلقه الخل طبعا دي مهمه جدا. تقلبي كده كويس كده اهو. لمي كل ده. بصوا ما شاء الله الكيكه عامله فقاعات. شايفين الفقاعات دي؟ مهمه جدا انك تلاقيها في عجينه الكيك عشان تطلع معاكي حلوه ومظبوطه. واهم حاجه ان الدقيق تنخليه. طبعا انا قلبت فيها شويه كتار. بصوا بقى الحركه دي اللي تخليكي بقى تعرفي ان ايه انت كده الكيكه تمام قوي. عجينه الكيك تلفي كده وعند نص الدايره وتقومي عامله كده ورفع. اول ما تلاقي الكيكه بقت عامله زي المنقار كده، شايفين؟ يبقى هي كده تمام، ما بتفصلش معاكي. يبقى كده عجينه الكيكه مظبوطه جدا. هنا نقطه زيت كده في الجرانيت، نقطه كده بسيطه. طبعا الجرانيت التفال الحاجات دي كلها مفيش كيك ما يلزقش فيها طبعا. بس لو هتعملي مثلا في قالب ألمونيا ادي سنه الزيت دي وعليها رشه دقيق كده خفيفه، بطنيها بالصينيه علشان ما تلزقش منك وتطلع كده الخلطه كده بتاعت الكيكه زي ما هي كده مظبوطه وما فيش اي حاجه تلزق في الصينيه. كده اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله. دلوقتي اهي انا حطيتها في القالب بتاعي، هحطيها خبطتين كده. تمام. انا مولعه الفرن سخن. هتدخليها اول ما ريحتها تطلع، بتاخد يعني نص ساعه في الفرن. اول ما ريحتها تبتدي تطلع كده ما تفتحيش على طول عليها، الريحه تطلع وبعديها بشويه كده تقومي فاتحه عليها، تاكدي انها خلصت ما شاء الله. تقفلي على الفرن وما تطلعهاش على طول، سيبيها برده شويه كده وبعد كده تطلعيها. يلا بينا. الكيكه اهي زي ما انتم شايفين طلعت من الفرن. عايزه اقول لكم بصوا ملمسها طري خالص وحاجه جميله جدا. سيبكم بقى من التفتيحات دي، عادي خالص ما بتاثرش في الكيكه خالص. شايفين جمالها عامل ازاي؟ بصوا الكيكه، بصوا من جوه عامله ازاي ومفرغه ازاي. طبعا هشه وملهاش حل. بصوا تحفه ملهاش حل، خطيره، حاجه سهله، حاجه جميله، وكل حاجتها موجوده عندنا في البيت. هتعملي احلى كيكه تتاكل كده مع شاي بلبن، يعني ملهاش حل، تحفه. بصوا جمالها، بصوا جمال الكيكه يا جماعه. بصوا عامله ازاي، شايفين؟ بصوا هشه ازاي، عامله ازاي من جوه، مظبوطه، مقاديرها مظبوطه جدا، ملهاش حل. انا حابه افتفتها كده واوريكم هي قد ايه ناجحه وقد ايه مش مكتومه. وطبعا بياضها وجمالها كل ده بمعلقه الخل هي اللي مخليها هشه كده. وطبعا لما تنخلي الدقيق مره 2 هيديكي النتيجه الهايله دي اللي انت شايفاها دي. جربوها وهتعجبكم جدا، وبألف هنا وشفا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.